العيد ما ينفعش من غير صينية رق باللحمة. تاكليها كده في اللمة بين جوزك وولادك او حتى بين اخواتك او حتى بين اصحابك، ورحت تشتريه لقيت الكيلو معدي منه ال50 جنيه. طب واللي يعمل لك كيلو و130 جرام ب10 جنيه بس؟ ايوه زي ما بقولك كده. هاتي نص كيلو دقيق ب10 جنيه وتعالي نطلع الكمية دي كلها. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان ما ننساش نقول الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والاحزان، ومن علينا بالسكينه والستر والامان يا ارحم الراحمين يا الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم عجينه النهارده ينفع تطلعي منها اكتر من وصفه. تمام. هتطلعي منها الرق الطري اللي هو وصفتنا النهارده، هتطلعي منها الرق الناشف، هتطلعي منها عيش التورتيه، هتطلعي منها عيش الشاورما او عيش الصاج. كل ده بنفس طريقه العجن، بنفس تكنيك الخبز بالظبط. الحكايه كلها نص كيلو دقيق عليه رشه ملح ورشه سكر وماء من الحنفيه. متهيالي ما فيش اوفر من كده ولا احسن من كده، وهتطلعي حاجه حلوه. تمام. كل اللي هنعمله النهارده هنعمل رق طري بالعجينه بتاعتنا دي. نص كيلو دقيق عليه رشه ملح ورشه سكر، اخد مني حوالي كوبايه ونص. وطبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني، يعني انا اخد مني كوبايه ونص، ممكن انت ياخد منك كوبايه، ياخد كوبايه وربع. انت المهم انزلي بالميه تدريجي لحد ما تعجنيها عجينه طريه حلوه. انا عجنتها لمده 5 دقايق لحد ما بقت عجينه طريه مش قاسيه. العجينه دي كمان يا بنات بعمل بيها السمبوسه الجميله، نفس طريقه العجن وكمان تكنيك الخبز. كل اللي هتعمليه غطيها بستريتش وسيبها بس 10 دقايق ترتاحي، ما فيش فيها خميره ولا حاجه، بس عشان سهل معانا الفرد. هاتي بقى العجينه اللي انت ريحتها لمده ربع ساعه كده، رشي بقى رشه دقيق على صينيه، على رخام، على بلانش عندك، على اي حاجه عشان نكور عليها العجينه بتاعتنا. وانزلي بقى بالعجينه بتاعتك دي. انت بقى كوريها على حسب مقاس الصينيه بتاعتك. تمام. يعني لو هتعملي مقاس صينيه 30 هيبقى 40 جرام وزن الرقه بتاعتك. حلو قوي. ما عندكيش ميزان تبقى في حجم البيضه كده. تمام. ده للصينيه 30. لكن انا هعمل عندي عزومه وهعمل صينيه كبيره، فانا هعمل وزن 60 جرام. انا هعمل مقاسين اتنين، مقاس 60 جرام للعزومه ومقاس 40 جرام عادي جدا اللي هي يعني الطبيعي عندي، لان ما شاء الله نص كيلو رمى عندي كتير. بعد ما تكوريها كلها الحجم اللي انت عاوزاه، زي ما قلت لك انا عامله حجم 60 للصينيه الكبيره في اي عزومه عندك. تمام كده. انما للبيت اعمليها مقاس 40 جرام لصينيه مقاس 30. تمام كده. دي 60 للمقاس الكبير، انما انت في البيت صينيه مقاس 30 وزن 40 جرام. حلو قوي الرقاقه فيها. وسيبيها بقى ترتاح 10 دقايق تبقى سهل الفرد معاكي. العجين بتاعنا ارتاح. هتجيبي بقى تلت كوباية زيت، معلقتين 2 كبار دقيق، وقلبوهم مع بعض كويس جدا. قلبيهم لما توصل للقوام ده، واركنيهم على جنب بقى دلوقتي. كل اللي هتعمليه بعد كده رشة دقيق. هاتي 3 أو 4 كور من الكور اللي انت كورتيها دي، او على حسب ما تقدري تعملي قد ايه، بس ال4 حلوين ان شاء الله، تعرفي تفرديهم، مش صعبة ولا حاجة، طريقة سهلة، بس ركزي معايا. العجينة دي حلوة، ممكن تطلعي منها عيش الشاورما اللي هو عيش الصاج، او السمبوسك، او الرق الناشف، وطبعا الرق الطري اللي هو وصفتنا النهاردة. افردي ال4 كور دول قد بعض، حاولي تخليهم قد بعض. افردهم بالحجم ده، انا عاوزاهم كلهم بالحجم ده كده، افردي كله بنفس الحجم ده. فردتهم كلهم قد بعض. هاتيهم بقى، فاكره خليط الدقيق والزيت اللي احنا عملناه؟ هتدهني بين كل طبقه وطبقه من خليط الدقيق والزيت. تمام. ما عدا الطبقه اللي فوق مش هتدهني عليها حاجه. بين كل طبقه وطبقه هتدهني خليط الدقيق بالزيت. فردت ال3 طبقات ودهنت بين كل طبقة وطبقة خليط الدقيق بالزيت. تعالي بقى على الطبقة الرابعة، هتحطيها عليهم، ما تحطيش عليها اي حاجة. تمام كده. هما ال3 طبقات اللي تحت بس اللي هتحطي بينهم خليط الدقيق بالزيت. الطبقة الرابعة اللي على الوش دي هترشي عليها دقيق عادي جدا، مش هتعملي فيها اكتر من كده. وافرديها بقى بالراحة كده، وافردي من جوه لبره، يعني ركزي شوية عشان ايه ما تتبهدلش منك. تمام. وبين الفردة والتانية اقلبي، يعني تفردي على الوش ده كده وقومي قلبة على الوش التاني.
الوش اللي تفردي عليه تقلبي على الوش التاني عشان تبقى الطبقات بتاعتك كلها قد بعضها. متهيألي انك تشوفيه احسن بكتير من ان انا اتكلم. فردتيها كويس. تعالي بقى اقولك على طريقة حلوة تخبزيها بيها. لو عندك جريل هاتيه، ما عندكيش هات صاج الومنيوم زي ده كده، اقلبيه على عين البوتاجاز، ما تخافيش مش هيجرى له اي حاجه، انا بعمله كده على طول. ادهنيه دهنه زيت وانزلي عليه بالرق بتاعك وهدي النار للوسط، واقل من نص دقيقه واقلبيه على الوش التاني. اقل من نص دقيقه واقلبيه على الوش التاني. تمام كده، ما تقلقيش هيستوي يبقى زي الفل. وكمان الطبقات بتاعتك هتفصل. اهم حاجه النار بتاعتك تبقى وسط، واقل من نص دقيقه كده واقلبيه. تمام، هو هيبقى معاكي حلو. هي طريقه سهله مش صعبه ولا حاجه، وان شاء الله تطلع ما بين ايديك احسن مني مليون مره. بس ايه، امشي على الخطوات بالظبط. اقل من نص دقيقه كده وابتدي ايه قلبي. واهم حاجه اعرفي بس فين اول طرف الطبقه عشان تعرفي ايه تسحبي الطبقه كلها. تمام، هو يبتدي ينفخ معاكي، ده دليل ان الطبقات بتاعتك بتفصل عن بعضها، ما بياخدش وقت. الطبقه طالعه سهله ازاي. لو انت مش هتقدري تعملي الخطوه دي وهو على البوتاجاز، ممكن تطلعيها بين فوطين وتستني دقيقتين او 3 لحد ما تهدى، وافصلي الطبقات براحتك. تمام كده، طلعيها طبعا الطبقه اللي تطلعيها بين فوطين 2 وغطيها. دي انا طفيت البوتاجاز وعملتها بنفس الطريقه بين كل طبقه وطبقه. دهنت خليط الزيت بالدقيق ما عدا الطبقه اللي فوق اللي هي على الوش، رشيت عليها دقيق بس وفردتها بنفس الطريقه. وبرضو خبزتها بنفس الطريقه، نار وسط اقل من نص دقيقه واقلبها على الوش التاني. تمام كده، اقل من نص دقيقه واقلبها على الوش التاني. سهله جدا يا بنات وتطلع منها حاجات كتير. وكمان نص كيلو دقيق مش غالي، هيطلع معاكي كميه حلو. افصلي الطبقات زي الفل ما شاء الله بتطلع اهي بين فوطين 2 وحطهم عشان يفضل طري معاكي. والطبقه اللي تشيليها اقلبي وشيلي اللي قبلها من الناحيه التانية. شايفين النص كيلو دي طلع معانا قد ايه؟ بقى من طلع كيلو 130 جرام من الرقاق. مقاسين طبعا، مقاس ال30 وكمان مقاس ال60. ما شاء الله. طبعا نص كيلو دي طلع معاك الكمية الحلوة دي، مش حاجة مقارنة بسعره بره، عاد عالي جدا، طري وحلو معمول بنظافة. يا رب ربنا دايما يحسن ما بين ايديكم وتعيشوا وتعملوا الحلو كل ولادكم يا رب. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. وما تنسوش قبل اي حاجة تصلوا على رسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.